طب المطور الكويس اعرفه ازاي؟ اولا ليه مشاريع قديمه قبل كده، سلم في مواعيده، العقد بتاعه واضح، خدمه ما بعد البيع كويسه، ده بيديله سمعه كويسه. طب لو حبينا نتكلم على مطور كشكل توضيحي للنقط الخمسه اللي احنا اتكلمنا عليهم، نقول مثلا المشاريع القديمه، سلم مشاريع قديمه. نتكلم على شركه بيتر هوم، الشركه دي انا بحترمها جدا لان عندها اكتر من مشروع في العاصمه. نتكلم على ميد تاون سولو، ميد تاون فيلا، ميد تاون كوندو، ميد تاون سكاي. الاماكن بتاعتهم اوريدي فيها ناس عايشه. طيب بخصوص مواعيد التسليم، الشركه سلمت في مواعيدها. وفي نقطه كمان مهمه قوي غير التسليم في مواعيدها، الماكت اللي عملوه هم اللي سلموا بيه، نفس الشكل اللي كان موجود في الماكت هو نفس الشكل، فده يدي ثقه كبيره جدا في الشركه. بالنسبه للعقود بتاعتهم، العقود بتاعتهم زي كل عقود المطورين في العاصمه، لو اتاخرت في ميعاد التقسيط بتاعك هنفسخ لك العقد، لو غيرت في شكل الواجهه هنفسخ لك العقد. لو ليه المطور مسيب نفسه جدا بس هو في نفس الوقت مسيب العميل. النقط دي كلها في صالحك انت. ليه؟ لان هو بيتعمد ان العميل ما يغيرش اي حاجه من شكل الكومباوند. شكل الكومباوند لو اتغير ده هيرجع بالضرر عليك انت. انا انصح بالاستثمار معاهم في ايه؟ لو عايز تسكن في مكان واو قوي يبقى خليك في العاصمه، عندهم شقق من اول 90 متر لغايه فيلل بمساحه 600 متر. تمام؟ وطبعا العاصمه مدينه من الجيل الرابع وعلى اعلى مستوى. طيب لو عايز بقى تسكن ويبقى بتستثمر بالاكتر، لا، الاستثمار معاهم في التجمع السادس افضل. ليه؟ المكان لسه في بدايه الانشاءات بتاعته، جنبك مطورين كبار جدا زي زد بتاعت اورا، وجنبك هايد بارك، جنبك الجزار، جنبك اسماء كبيره. فدوت هيخليك ان يبقى انت عندك زياده في الاسعار في وقت قريب. ما تنساش تعمل لنا فولو او سبسكرايب عشان تعرف كل اخبار السوق العقاري.